هلو، اهلا بيكم في قناه اكتف تيتشر. ناس كتير جدا بعتت لي انه عاوزين ان انا اعمل لهم فيديو عن ازاي الطفل يتمكن في كتابه الباراجراف. الموضوع ده مهم جدا جدا، وفي اطفال كتير بتكون شاطره جدا في الانجليش بس تيجي دايما في سؤال الباراجراف بيبقى عندها مشكله ودروب كبير. طيب انا هعمل ايه علشان احسن ابني في موضوع الباراجراف؟ ودي فرصه في فتره الاجازه ان انا استغل حاجه زي دي. الباراجراف حاجه مهمه جدا جدا، لازم يكون ابنك بيتقنها. starting from grade 1 ابنك يقدر يكتب باراجراف من اول grade 1. فتخيل ان انت بقى ممكن تكون ابنك عنده هو في سنه مثلا grade 4 وطالع وما بيعرفش يكتب باراجراف، فدي كارثه. سوري، انا متاسفه ان انا اقول ان دي مشكله كبيره جدا انه يكون وصل للسن ده ولسه ما بيعرفش يكتب باراجراف. ابدا امتى في كتابه الباراجراف؟ بالنسبه للناس اللي لسه ولادها صغيرين بتبداي من اول جريد 1 ابنك يكتب باراجراف، وبتبداي من اول كي جي 2 ان هو يعمل سنتنسز ويشكلها، وان انا كمان ببدا مع حته الري ارينج. يعني مثلا بديله سنتنس وبعد كده بعد ما اقراها معايا وكررها وكتبها معايا كذا مره، بعد بديله الكلمات متلخبطه واقول له هرتب الكلمات واكون جمله، وابدا لي بكلمه كذا. مثلا the cat is on the mat، هو خلاص قرا السنتنس دي وكررناها وشافها بعينيه كذا مره، بعدها بشويه بعمل له الكلمات متلخبطه cat rat on the، واقول له ابدا لي بكلمه ذا فيكون لي السنتنس، يعمل لي ري ارينج the cat is on the mat. ببدا اعوده على ري ارينج starting from KG2. ده بيخليه في الري ارينج في ابتدائي متاسس وفاهم يعني ايه ري ارينج. انا بيجي لي ناس بتكون في جريد 4 وطالع وما بتبقاش فاهمه يعني ايه ري ارينج. طب انا المفروض ابدا بكلمه ايه؟ طب اوكي هو حط لي كلمه خط تحت كلمه كذا، بعد ما ابدا بيها هعمل ايه؟ طب هرتب بناء على ايه؟ ما بيبقاش الطفل فاهم. لكن لما ببدا معاه من بدري من وهو صغير بيبقى فاهم يعني ايه سؤال الري ارينج وبيبقى متمكن اوريدي فيه. طيب انا كونت سنتنس خلاص في كي جي 2 الدنيا تمام، هدخل في جريد 1. باراجراف ايه اللي بتقولي عليه اللي يتكتب من جريد 1؟ باراجراف ايه؟ زي ان انا بفهم الطفل انه مثلا يعمل ديسكريبشن او يتكلم عن حيوان معين. مثلا talk about the cow، يتكلم عن الكاو، فبيبدا يكون سنتنسز عن الكاو. ازاي؟ يقول لي I like that cow, it is black and white, it is big, it has got a tail, it has got 2 ears, it has got 4 legs. طفل جريد 1 يقدر يكتب السنتنس دي كلها؟ اقول لك يس، لو انت عودته باي براكتس بالتمرين مع بعض مره في مره طفل جريد 1 يقدر يتمكن في انه يكتب باراجراف عندك. حاجه ايه تانية ممكن يكتب عنها طفل جريد 1؟ مثلا what's your favorite food؟ فيقول لي my favorite food is pizza, I like pizza, my mom make a pizza for me. حاجات كتير يقدر يكتبها. فببدا الطفل ان هو في جريد 1 يبدا يتعود. طيب دلوقتي انا بقى اتكلم عن طفل هو كبر عدى مرحله الجريد 1 والدنيا دي وما تاسسش وما عرفش ازاي ياخد الاساسيات بتاعه كتابه الباراجراف. ده هتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه لازم الطفل يكون عارف جروب كبير كده من الناونز. يعني ايه؟ اكون معرفه حاجات كتير زي مثلا river، زي مثلا sea، sky، حاجات كتير جدا لازم يكون عارف معناها هي ايه، يعني ايه بالانجلش اصلا. بايسكل، كار، بس، حاجات كتير جدا جدا. ليه بقى؟ لان انا في الباراجراف ده موضوع تعبير، فبضطر ان انا استخدم فوكاب كتير جدا من مواضيع مختلفه، فلازم يكون الطفل عارف الكلمه دي يعني ايه بالعربي، لان دي اكبر مشكله بتواجه الطفل. يجي هو بيكتب باراجراف، طب يا مس فاطمه معلش يعني ايه كذا بالعربي؟ فهو لازم الطفل يكون ملم بفوكاب كتير. استغلي فتره الاجازه والطفل يركز ويلم بفوكاب كتير جدا في الانجليش. بالنسبه للناونز نفس الكلام بالنسبه للفيربس، الافعال. يعني ايه ياكل، يعني ايه يشرب، يعني ايه يسافر، يعني ايه ينام، يعني ايه كل الحاجات دي. تمام؟ فهشتغل معاه جروب ناونز، جروب فيربس مهم جدا جدا جدا. جروب الفيربس بقى بعد ما اشتغلوا معاه هبدا بقى ادخل التنسز، يعني ايه الازمنه. فانا في الباراجراف مثلا هقول انا سافرت كذا مع صاحبتي مثلا، ما اقدرش اقول الكلام ده غير لما اكون عارف يعني ايه الماضي، هتكلم ازاي في زمن الماضي. فلو وانت بتذاكري للطفل وبتفهميه بتذاكري له شويه جروب فيربس، بتبداي تدخلي زمن الماضي معاه. بمعنى travel الماضي منها traveled، eat الماضي منها ate،
وبيعرف ان في افعال الماضي منها بحط لها دي او اي دي او اي دي، في افعال تانية هي شاذه زي في افعال عاديه زي play played eat ate، حاجات كتير زي دي. لازم يكون عارف الازمنه، لازم يكون عارف الازمنه على الاقل البدائيه علشان يقدر يكون sentence. has got و have got verb to has verb to be رقم 1 verb to have. ولازم يكون عارف الماضي والمستقبل والمضارع علشان يقدر يعبر في الباراجراف. طيب بعد ما هو عارف كل الحاجات دي يعني كلها منفصله، هبدا بقى اكون واركب. يعني ايه؟ تبداي بقى تديله مواضيع حياتيه بسيطه جدا، اكتب لي يا حبيبي حتى لو 2 sentences جملتين بس عن موضوع كذا. هتبدا واحده واحده يبدا عدد الجمل يزيد معاه، بعد ما عدد الجمل يزيد معاه هيبدا يتمكن، الموضوع هيبدا يظبط معاه. وعلى اخر الاجازه ابنك لازم يكون متمكن في كتابه الباراجراف، وبالذات لو هو معدي مرحله جريد 1 دي، يعني اعلى من جريد 1 هو لازم يكون بيعرف يكتب باراجراف، لازم يكون بيعبر بالانجلش هو عاوز يقول ايه. تمام؟ الموضوع ده مهم جدا جدا. في اطفال كتير بيكونوا شاطرين جدا جدا وبيجوا عند حته الباراجراف وفعلا مش عارفين يقولوا ايه او يكتبوا ازاي او يعبروا ازاي. بعدين موضوع الباراجراف ده مكمل معاهم جدا في سنين جايه كتير، فده مهم. يعني نحاول ان احنا ما نهملوش، ونحاول ان احنا نركز جدا مع الولاد ونستغل فتره الاجازه في حاجه مهمه قوي زي كده. استنوني فيديو تاني عن الباراجرافز برضو، تكونوا مشيتوا شويه مع الولاد في النصائح والحاجات اللي انا قلتها لكم في الفيديو ده، وهعمل لكم فيديو كمان عن هنعمل ايه بعد كده. ما تنسوش تشيروا لينك القناه. جود باي.